شاف قطعه اثريه وجالي دليل اوقفوا عن العام ما يجيش مصر. وقفوا واحده امريكانيه، واحد انجليزي، واحد الماني. عن العمل في مصر ما يشتغلش. اللوفر بعثتك ما تشتغلش، اللوفر كان بيحكم مصر. لما تيجي انت توقف متحف اللوفر للعمل في الاثار الدنيا تتقلب. بص في ناخد اثار مصر يعني اللوفر ناخد اثار مصر. ودول كمان ثقافيه سياده الجيب في نقطه كانت ما هو لا في الرموي بين المشاركه خد السد بتاع المحافظات والمحليات الكلام ده. احنا عندنا مخازن كثيره جدا، يعني مثلا مثلا في مخازن في اثار المنوفيه والشيخ ما اعرفش ايه كلها يعني ولا حد يعرف عنها حاجه. مطلوب ينعمل متحف اثار في كفر الشيخ، مطلوب متحف اثار في المنوفيه، مطلوب متحف اثار في الغربيه بتاعتنا. وعشان انت قاعد في الجمهوريه وقافل على نفسك. شوف نمره واحده، اولا في فرق بين مخزن مليان. انت عشان تشوف حاجه في متحف لازم تبقى جميله، ما تشوفش خرا، ما ينفعش. فما عندناش الديزرت اللي هي الحلويات بتاعت المتاحف، يا دوب المتاحف اللي عندي يا دوب اليوم. نمره اثنين، احنا عندنا متحف فراشين مسكر، متحف في طنطا، في كفر الشيخ عندنا متحف بنعمل تعليم للاطفال بالضبط دلوقتي جديد بنعمل ده ما عملناش. هنفتح متحف السويس، رئيس الوزراء كان اسمه الخميس لا اجله. عاملين متحف في العريش، عاملين متحف في سوهاج، عاملين متحف في اسماعيليه، ما فيش محافظه في مصر 26 متحف. بس المكان دي انا رايح عشان خاطرك واخدك معايا. والله لو رايح واخدك معايا. معالي الوزير بس خليك اسمع كده رايح. معالي الوزير انا بختلف مع حضرتك في مساله ان ما عندناش الحلويات. ده بره الشقفه اللي بنتكلم عليها دي ممكن يعملوا حواليها حدوته. طبعا احنا اغنياء، عندنا كم انا ممكن اقول اي متحف في الدنيا حتى في شقف يبقى تعليم في العالم كله. هم هيموتوا عشان رفض التكتيك اللي محليه متحف النيل هي وتيجي. صدقني المتاحف بدون قطع فريده ما تمشيش ولا حد يفهمها. على ذكر الاكتشافات يا دكتور، انت في قرار خدته الاكتشافات الاثريه في وجه القبلي اعتقد بنسبه لا مش الحفاير الجديده. وان انت قلت لي عباره شهيره عن المكتشفه من مصر 30% فقط 75% فقط. هل لسه قرار احنا قلنا ايه؟ القرار ده قرار مهم. احنا قلنا بس المصريين اللي اشتغلوا، لكن اي اجنبي يجي يكتب لك. قلنا الاجنبي اللي عايز يشتغل يساعدني، وانت ما تجيش في الصعيد عشان تاخد الشهاده بتاعه وتشتغل. انا الراجل بحري الزراعه والميه هتبوظ الصحراء، لا عندي طياره ولا عندي عربيه غرق بتسرق الاثار. فبقول لهم احفروا في الدلتا واحفروا في الصحراء وانا اوفر لكم اي حاجه، لكن تيجي الصعيد ماليش دعوه. والبعثات القديمه تخلص شغلها، اللي يحفر في الصعيد المصريين بس. سيد الوزير في عندك مشكله بالنسبه للمحافظات انه بتيجي تكون حاطط كرتون على حته وتقول دي مناطق اثريه وممنوع التعامل معها، ويظل هذا الكرتون سنوات طويله دون ان يقوم او تنتهي الاثار بالفعل من بحث هذا المكان، ما اذا كان اثري او لا، او اذا كان في اثار او لا. ونتيجه ده انه مساحات كثيره من المحافظات معطله، المحافظات تتهم الاثار بالاثريه وهذا التعطيل. شوف طبعا كلام حضرتك كان في شق صح وشق صح. الشق اللي الصح الاولاني ان احنا بنقول بنصور له ده اثار معين بندور، لا احنا عندنا حضرتك خرائط كامله واطراس كامله بكل قطعه اثار، قطعه ارض اثار في مصر. قطعه ارض يعني اي ارض اثار بتاعتنا مفيش شك فيها ان دي ملك الاثار ده. لكن اللي حصل دلوقتي ان كل الاماكن دي موجوده بين السكن. فاحنا بقول للناس
مش عايز واحد يبقى شخص بس اللي هو ممكن يستفاد من الوضع ده. العائله المقدسه يا فندم، رحله العائله المقدسه دي مش ممكن يتم الترويج ليها سياحيا بشكل مهم؟ اتروج لها، اتعمل ترويج لا تتخيله، ده اتعمل كتاب واتعمل فيلم واتعمل بروشور سياحيه خطيره. بس المفروض بقى حضرتك لتكميل كلامك، احنا عندنا مشكله في شركات السياحه اللي بره واللي هنا مرتبطين ببرنامج الهرم المتحف الاقصر اسوان حلمي 3 ايام، ما بيعملش بروشور عشان هو يسوق الحاجات الجديده. ده انت ممكن تعمل مصر واحد ومصر 2 و11 و12 وتشوف حاجات جديده ما شفتهاش قبل كده. لكن للاسف احنا شركات السياحه غاليه نفسها على حاجات معينه في بعض الشركات الناصحه اللي بيعملوا بالتسويق ده، لان الكنائس كلها في العالم بره. لو انت رحت البروشور تروح سيدنا المسيح مع ستنا مريم طلعوا بالاشكال وعملوا كذا وعمل كذا وعمل كذا، ده انت عندك حتى لليهود ممكن تعمل لهم. هل ده في نشاط السياحه اللي بتاخد